أهلاً بكم في هذه النشرة. في أولى القضايا المرتبطة بأحداث التخريب الأخيرة، أصدرت المحكمة الابتدائية بأكادير حكماً بسجن أحد المتهمين لمدة 4 سنوات نافذة، مع غرامة مالية قدرها 50,000 درهم. المتهم وفق مصادر قضائية ثبت أنه استغل صفحته على موقع فيسبوك للتحريض على الفوضى والدعوة إلى التخريب. وفي سياق متصل، أكد الوكيل العام للملك بمحكمة الاستئناف بأكادير عبد الرزاق فتاح أن النيابة العامة باشرت بحثاً قضائياً لكشف جميع ملابسات حادث الاقتحام الذي استهدف مركز الدرك الملكي بالقليعة، مع التأكيد على متابعة كل من ثبت تورطه في هذه الأفعال.